مساء الخير يا فنانين. السيناريو خطوة بخطوة، الرحلة من الفكرة فالورق ثم السيناريو النهائي. نخلي بالنا كويس قوي من الحلقة دي، لأن الحلقة دي هنتكلم فيها عن السيناريو والحوار. هنتكلم طبعا بشكل عام، وهنبقى نفصل بعد كده في حلقات جاية. السيناريو أو مرحلة إعداد السيناريو المعروفة لدى البعض باسم تخطيط المشاهد. عشان نوضح حكاية التقسيم لمشاهد لازم الأول نعرف يعني إيه مشهد ويعني إيه لقطة عشان نفهم إيه الموضوع. اللقطة هي جزء من الفيلم السينمائي بيتم تصويره دفعة واحدة لغاية لما آلة السينما تقف. أما المشهد فهو عدة لقطات بيكونوا جزء متكامل من أحداث الفيلم، ما يفصلش بينهم فاصل زمني. اما الفصل فهو جزء رئيسي كبير من احداث الفيلم، وهو زي ايه، زي ما بنقول كده الفصل في المسرحيه يعني، او لما نسمي الحركه في السيمفونيه حاجه زي كده. والفصل دايما بيتكون من عده مشاهد، والمشهد بيتكون من عده لقطات. يبقى اللقطات تكون المشاهد، والمشاهد تكون الفصول، والفصول دي هي اللي ايه بتكون الفيلم. الفيلم ممكن يكون كله منظر واحد او ممكن يكون عده مناظر. اما النظام اللي متبع في مصر فبنلاقيه انه السيناريو بيتقسم الى مشاهد. ولما نشوف النظام التقسيم لمشاهد في مصر ده هنلاقيه ما بيعتمدش على التتابع الزمني او تتابع الحركه، بس بيعتمد على تغيير المنظر. يعني كأن كلمه مشهد بتقابل كلمه منظر، زي ما قلنا اول ما بيتغير المنظر يبقى ده مشهد جديد. يبدأ في صفحه جديده من صفحات السيناريو. هنا بقى بتنتهي مهمه كاتب السيناريو، ان هو حول القصه المكتوبة إلى مشاهد. يجي بعد كده المخرج ياخد هذه المشاهد ويبتدي يحولها إلى لقطات، وبرضه ده هنبقى نتكلم عليه بعد كده. أحيانا ممكن كاتب السيناريو يضيف بعض التفاصيل الفنية في بعض الحالات الخاصة. يعني يقول مثلا في الحتة دي بيحصل فيه زوم أو بيحصل فيه كلوز، بيبقى إشارة صغيرة محطوطة في الجنب كده بحيث إنها تنور طريق المخرج، والمخرج ممكن ياخد بيها وممكن ما ياخدش. بالنسبة بقى للحوار، غالبا في الغالب يعني بيكون الشخص واحد اللي بيقوم بكتابة السيناريو والحوار، بس في حالات بيبقى شخصين، يعني بيبقى شخص بيكتب السيناريو وشخص آخر بيكتب الحوار. وعندنا أعمال كتيرة سينمائية ضخمة كان بيبقى فيه سيناريست بيعمل الفيلم وفي شخص بيكتب الحوار. بعد انتهاء إعداد السيناريو في صيغة مشاهد متتابعة بتبدأ مهمة الكاتب في كتابة الحوار. وزي ما قلنا ان ما كانش كاتب السيناريو هو اللي بنفسه بيقوم بكتابة الحوار، بنجيب كاتب اخر لكتابة الحوار بناء على الخبرة واجادته للنوع. احيانا بيبقى انا عندي مثلا عايز حوار بيدور باللهجة الصعيدي، مثلا عايز حوار بيدور بلهجة السواحلية اللي مش عارف ايه. بدور على حد عنده الخبرة انه يقدر يكتب حاجة زي دي. آه زي ما قلنا انه الحوار ما بيتكتبش في المعالجة، بيتوصف بس في المعالجة، لكن ما بيتكتبش في المعالجة، بيتكتب في السيناريو النهائي. اهم ما يجب ان يتوفر للحوار في الفيلم انه لازم يكون مختزل، يعني ما يبقاش فيه لك ورط كتير زيادة عن اللزوم. مساء الخير، مساء النور، لكن مش مساء الخير الحمد لله، مساء الخير انا كويس انا. لا لا لا, لا. احنا بنختصر بقدر الامكان. دي مهمة جدا ان انا الحوار بتاعي يكون مختزل، ما يكونش طويل وما يكونش ممل. ما اجي اسال حد انت اسمك ايه يقول لي فلان، ما يقوليش انا اسمي فلان، لانه ده كله عبارة عن زيادة بدون داعي. الحاجة التانية انه لازم الحوار يقدم معلومة جديدة ما كنش انا شايفها. ما ينفعش الحوار يقول الكلام اللي انا شايفه على الشاشة، والا هنا الحوار يشطب عليه عند المشاهد داخليا. الحاجة التانية لازم الحوار يبقى متتابع. ما ينفعش شخص بيسألني سؤال فأنا أرد عليه بإجابة تانية بتاعت سؤال تاني. لازم تبقى المسألة فيها تتابع وورا بعضيها. وفي نفس الوقت لازم يكون في واقعية في الحوار،
آه، لازم يكون اللغة مظبوطة. اللغة طبعا المظبوطة مش مقصود بيها انها لازم تكون لغة عربية، انا اقصد اللغة المظبوطة اللي هي اللغة بتاعة الشخصيات، طبقا لدراسة الايه، الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة. وبرضو التكرار، تكرار الكلام ممنوع. برضو هنقول طبعا على فكرة الحاجات دي كلها باستفاضة مع بعض. انا بس حبيت النهاردة ان انا اتكلم عن السيناريو والحوار بشكل سريع جدا، وهنبتدي نفصل بعد كده في حلقات جاية.